هذا وسرعان ما تفاعلت الصحافة العالمية والعربية سريعا مع المجموعات التي أفرزتها قرعة كأس العالم. الصحافة العربية اهتمت بمجموعات المنتخبات العربية، وخاصة المجموعة الأولى التي تضم منتخبي مصر والسعودية، فيما كانت للصحافة العالمية أيضا ردود فعل متباينة حول القرعة. على كل أبرز ما جاء في الصحافة حول الموضوع في هذا التقرير. صحيفة الوطن الكويتية كتبت تحت عنوان صدام مصري سعودي في روسيا إن هذا اللقاء يعيد للأذهان مواجهة مصر والسعودية في كأس القارات عام 99 في المكسيك، وحينها مني الفراعنة بهزيمة ثقيلة ب5 أهداف لهدف. صحيفة العرب الجديد علقت على وقوع مصر في المجموعة الأولى بأن المهمة ليست مستحيلة. الصحيفة قالت إن مصر تملك فرصة كبيرة لبلوغ الدور الثاني في حال قدمت عروضا قوية أمام منتخبات مجموعتها التي تضم روسيا وأوروغواي والسعودية. أما الشروق التونسية فرصدت ردة فعل مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول على مجيء تونس في المجموعة السابعة بجوار بلجيكا وإنجلترا وبنما، حيث أكد معلول أن منتخب نسور قرطاج لن يرمي المنديل، مؤكدا سعي منتخب بلاده إلى تقديم مشاركة متميزة لكرة القدم التونسية في المونديال. وتراوح وصف الصحافة المغربية للمجموعة الثانية التي حل بها أسود الأطلس بين مجموعة الموت والمجموعة النارية، فيما اختارت صحيفة المنتخب وصفها بالمجموعة التي تصيب بالدوار، حيث قالت إن ما كان يخشاه المغاربة تحقق، وهو أن يتواجدوا مع أصعب وأقوى منتخب يمثل التصنيف الثاني وهو المنتخب الإسباني، بالإضافة لبطل أوروبا منتخب البرتغال. وما زلنا مع المجموعة الثانية، فقد كتبت صحيفة آس الإسبانية إن أول لقاء في المونديال الروسي لمنتخب إسبانيا سيكون أمام البرتغال في 15 من يونيو في مدينة سوتشي. وذكرت الصحيفة بالمواجهات السابقة للمنتخبين والتي وصلت ل19 مباراة، فاز الإسبان في 7 منها وتعادلوا في 7 أخرى وخسروا 5. صحيفة كوريا البرتغالية علقت على المجموعة الثانية بالتذكير بأن منتخب إسبانيا أقصى البرتغال في الأدوار الإقصائية بكأس العالم عام 2010 وفي بطولة أوروبا عام 2012. ليكيب الفرنسية وجدت أن القرعة دللت منتخب الديوك، حيث قالت إنها وضعت منتخب فرنسا في مجموعة في المتناول على الورق، حيث سيلاقي البيرو والدنمارك واستراليا. إنجلترا تتفادى منتخبات صعبة حيث ستلاقي بلجيكا وتونس وبنما، لكن احتمالية مواجهة البرازيل أو ألمانيا في دور الثمانية قائمة. هذا ما كتبته الديلي ميل البريطانية تعليقا على وقوع المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة. وفي ألمانيا كتبت صحيفة كيكر معلقة على وقوع المانشافت إلى جوار المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية بأنها مجموعة ستقدم مباريات ممتعة لكنها صعبة، وقدمت الصحيفة ملفا مختصرا عن كل فريق بالمجموعة. ورصدت صحيفة لاناسيون الأرجنتينية تعليق دييغو مارادونا بشأن المجموعة الرابعة، حيث قال إن مجموعة الأرجنتين في متناول اليد، لكن لا يمكن للمنتخب أن يلعب بهذا المستوى السيء. في أمريكا الجنوبية أيضا كتبت صحيفة جلوب البرازيلية إن السيليساو قد يواجه منتخب ألمانيا في دور 16 بعد مجيئه على رأس المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.